السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وكثير من الأعمال تقوم بها النقابات في جمهورية مصر العربية. ونذهب إلى محافظة الدقهلية، ونقابة المهندسين بالدقهلية قامت بمنتدى توظيف جيد له أهداف كبيرة نطلع عليها من خلال لقائنا مع دكتور محمد صبري سرايا، وكيل نقابة المهندسين بالدقهلية. دكتور محمد، مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الحمد لله والله بخير، الحمد لله بخير. نتكلم على ملتقى التوظيف التي قامت به نقابه المهندسين بالدقهليه. تمام يا فندم، حضرتك تم تنفيذ الملتقى يوم 3 و4 مارس. 3 كان السوفت اوبننج والتجهيزات والاعدادات، 2 و3 كانوا السوفت اوبننج والمراجعات الرسمي للشباب والخريجين بتوعنا، ويوم 4 كان الافتتاح الرسمي للملتقى في وجود اكثر من 50 شركه. كل الشركات كانت بتعرض فرص عمل للشباب الخريجين. كل وظيفه كان لها مسمى وكان لها متطلبات. كل شاب من الخريجين اللي كانوا موجودين، كان عندنا حوالي 1200 شاب في المكان. لكل حد بيشوف الشركات اللي مناسبه له وقدراته ويبدا يقدم فيها الريزم بتاعتها، وهم بعد كده الشركات بتبدا تحدد لهم ميعاد للمقابله ويحددوا مقابله، وبعد كده لو في حد بقى فيه نصيب في التعيين بيتعين. لو في فرص عمل لسه متاحه بعد الملتقى، الموقع ما زال شغال بالقهر، الناس بتتواصل عليه والشركات بتتواصل عليه والخريجين بيتواصلوا عليه ويرفعوا عليه الريزم بتاعتهم، وبناء عليه يتم التوظيف ان شاء الله. المؤتمر ملتقى التوظيف كان اسمه دلتا هاب. دلتا هاب بالظبط يا فندم. طيب نتكلم على تقريبا عدد الشباب الذين حصلوا على وظائف، ممكن حضرتك تقول لنا عليهم؟ هو الشباب حصلوا على فرص للوظائف. احنا قلنا عندنا 1200 1200 وظيفه. الشركات كانت طالبه اكثر من 400 وظيفه. فكده هم هيقابلوا الشباب، ومن سينجح في المقابله الشفويه ان شاء الله هيتم توظيفه. ولو في اي وظيفه لم يتقدم لها العدد المطلوب او الشخص المطلوب، هنرجع نعلن عنها مره ثانيه على الموقع. هل بيتم متابعه مع الشركات بعد توظيف الشباب؟ عندنا فريق كامل للمتابعه، فريق من طلبه كليه هندسه جامعه المنصوره، هم اللي مسؤولين عن اداره الملتقى، وهم اللي بيتابعوا مع الشركات وبيراجعوا السيستم في التنظيم. الملتقى رقم كام ده يا دكتور محمد؟ ده الانطلاقه الاولى له، ده كان اول مره عندنا في نقابه المهندسين. جميل جدا. ان شاء الله كل سنه هيتعمل، وممكن يتعمل اكتر مره في السنه، لان هو يا ريت بعد النجاح الكبير اللي حققه ورضا الشباب عنه والجهات الداعمه كلها، لان كان معانا وزاره القوى العامله، كان معانا الاي تي اي اللي هي تبع وزاره الاتصالات ومعهد الاي تي اي، وكان معانا نقابه المهندسين، وكان معانا مركز الجامعي للتطوير المهني بكليه هندسه. وبعد سناء كل الحضور على اللي حصل، وطبعا جمعيه رياده الاعمال اللي هي فيها حوالي اكثر من 50 شركه برمجيات لوحدها كانوا موجودين مشاركين، والاقبال الكبير من الشباب الخريجين. طلبوا ان هو يتعمل مره او مرتين سنويا، يعني يتعمل يبقى سنوي او ممكن يبقى حتى نصف سنوي، بحيث انه يلبي احتياجات سوق العمل وفي نفس الوقت يوفر فرص عمل للشباب بتوعنا. بالظبط كده. هل بيتم بعض الشركات ممكن تستعين بنقابه المهندسين لتدريب العاملين لديها؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه، ان هو حتى الشباب اللي هو شايف ان هم لا يعني مش مؤهلين ان هم يتوظفوا عنده او يشتغلوا معاه، هو ممكن يقدم لهم فرص تدريب ويجهزهم، وبعد خلال شهر او 2 أو 3 حسب الفرصه التدريبيه اللي عنده يرجع يعمل اعاده تقييم مره ثانيه للشباب. من يلاقي قبول يتم تعيينه بقى، واللي ما لقاش قبول حصل على فرصه للتدريب ويتوجه بقى لشركه اخرى او مكان اخر يدور فيه على فرصه عمل. إن شاء الله. دكتور محمد صبري سرايا، وكيل نقابة المهندسين بالدقهلية، الخدمات التي تقدم من خلال نقابة المهندسين بالدقهلية في الفترة القادمة. احنا حريصين جدا على تقديم كل الخدمات النقابيه للمهندسين داخل نقابه المهندسين بالدقهليه، سواء الخدمات دي تعليميه وتدريبيه وتاهيل لسوق العمل وملتقيات توظيف، او خدمات اجتماعيه زي الرحلات والمصايف وكل ما يشغل اسره المهندس والمهندس، او حتى ما يتعلق باسره المهندس من تدريب اولادهم الصغار على التقنيات الحديثه من الروبوتات والبرمجيات، وحتى الهوايات زي الرسم والخط وما خلافه. وكذلك طبعا التوعيه الصحيه والرعايه الصحيه في ظل الفتره اللي كانت بتمر بها العالم كله في الفتره اللي فاتت، بنسعى فيها ونزود التعاقدات، سواء التعاقدات مع من خلال نقابه المهندسين بالدقهليه او النقابه العامه بخصومات مباشره لاعضاء نقابه المهندسين،
وكذلك بنحاول بقى بنسعى في حاجات كتيره جدا تخص المهندس ومشاكله واسرته، وعملنا صندوق لمكافحه الازمات والكوارث وبندعم منه المهندسين في كل الحالات بقى، سواء الاجتماعيه او الصحيه اللي فيها محتاجه دعم للمهندسين. دكتور محمد صبري سرايا، وكيل نقابة المهندسين بالدقهلية، كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لهذا الجهد المبذول، وبالتوفيق دائما لكل الشباب العاملين في كل قطاعات. طيبة وكل الشعب المصري طيب وكل المهندسين طيبين، وإن شاء الله نتقابل دايما على خير، وشكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا، مع السلامة.